عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم بالخير في هذا المساء، يجعله مساء نادر عليكم بالخير والأمل والحب والسعادة. لكم الحب والاحترام والتقدير. نخش في هذا البسط. كذلك الأمر لما نتكلم على الذي يجري في فلسطين، لما نرى بأعيننا الانتهاكات التي تجري في أصحاب الأرض وأصحاب الوطن الفلسطينيين، لما نلاقي أطفال ونساء قتلوا بدم بارد من قبل اليهود الأنجاس، لما نلاقي كم من الأطفال فقدوا آباءهم وأمهاتهم وخواتهن وخواتهن، كثير من الأطفال والنساء. كم من كم من فتى كان يريد يحقق أحلامه ويعيش في وطنه، ويكون يحلم أنه يكون له أسرة ويكون له بيت. كذلك الأمر كم من فتاة قتلت أحلامها من قبل الإرهاب الإسرائيلي، كم من فتاة كانت تحلم أنها تكون أما في يوم من الأيام وتكون ربة أسرة. أحلام قتلت في فلسطين، قتلها الإرهاب الإسرائيلي. كم من الأحلام قتلت في فلسطين؟ آلاف من الأحلام قتلوا في فلسطين بدم بارد من قبل الإرهاب الإسرائيلي المحتل الغاشم التي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية. لما نقول كفى ظلم في فلسطين، لما نتكلم كم من المفاوضات جرت في خلال العامين وقبل ذلك، في خلال العامين هذه كم من المفاوضات تجري هنا وهناك لعملية إوقاف الحرب في فلسطين من قبل الإرهاب الإسرائيلي. لما نتكلم ونقول الدول العربية ليست ضعيفة، الدول العربية قوية. لما كنا نتكلم كذلك الأمر على الذي جرى يعني في دولة قطر الشقيقة، وطبعا كلنا نعلم تمت عملية إنقاذ المفاوض من الفلسطينيين، يعني الحليف المفاوض، يعني المفاوض لأصحاب الأرض الفلسطينيين تم إنقاذه بجهود الدولة المصرية، كلنا نعلم بذلك. ولكن الذي نراه لما نتكلم على القواعد العسكرية الأمريكية التي في بعض من الدول العربية، لما نتكلم ونقول يجب أن هذه الدول العربية لا داعي لذكر الأسماء، يجب عليها تتخلص من القواعد العسكرية الأمريكية. هذا حماية لأراضيكم. يعني لا تتخيلوا في يوم من الأيام أن هذه القواعد التي زرعتها الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من الدول العربية حماية لكم. لا والله، ليست صحيح، هي حماية للإرهاب الإسرائيلي، وتسبب خطر عليكم وعلى أولادكم وعلى أجيالكم التي في بعد تكون. هي القواعد الأمريكية تسبب خطر على كل الدول العربية، يجب علينا نعلم بذلك، وكلنا نعلم. يعني بعد عملية الاستهداف في دولة قطر الشقيقة، هل هي دولة قطر الشقيقة استطاعت ترد على الإرهاب الإسرائيلي؟ إحنا لما بنتكلم ونقول على الظلم اللي بيحصل في فلسطين من قبل الأنجاس اليهود المجرمين قتلة الأطفال، كيف يكون 6 مليون لاجئ إسرائيلي يريدون يقتلون ملايين وآلاف من الفلسطينيين، وكلنا نرى بأعيننا هذا الإرهاب الإسرائيلي يستخدم أوسخ السلب وأوسخ الطرق في عملية التعذيب في فلسطين، وقتل الأطفال وقتل النساء واحتلال الأراضي الفلسطينية. كم من الأطفال قتلوا في فلسطين،
ونرى بأعيننا هذا الإرهاب الإسرائيلي يتجه إلى لبنان، ويتجه إلى سوريا، ويتجه إلى اليمن. لما نقول يجب التخلص من هذا الكيان الصهيوني، هذا حقنا، لأن هذا الكيان الصهيوني أصبح كمثل السرطان، يجب التخلص منه. هذا الكيان لم يريد السلام، لا يريد الاستقرار في الشرق الأوسط، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي شريكة في كل قتل الأطفال وقتل النساء. لما نقول لماذا القانون الدولي والمجتمع الدولي لماذا لم يفرض عقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية؟ كلام كثير. الولايات المتحدة الأمريكية كمثلها كمثل أي دولة، يعني يجب على القانون الدولي والمجتمع الدولي يعاقب الولايات المتحدة الأمريكية. أما القانون الدولي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن يكون مأجورا من الولايات المتحدة الأمريكية، فلم يستطيع يصدر قرارات بإيقاف الحرب، والفلسطينيين يأخذون حقوقهم كاملة، وتكون دولتهم حرة مستقرة وعاصمتها القدس الشريف. هل إذا توقفت الحرب في الأيام القادمة وتمت عملية رجوع دولة فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لأنها هي دولة فلسطين، ليست عملية حل الدولتين. الإرهاب الإسرائيلي ليست له دولة، هي دولة فلسطين في الأساس، هذه الحقيقة. لما نتكلم ونقول إذا مجلس الأمن والمجتمع الدولي والقانون الدولي وتمت عملية وقوف الحرب ورجعت دولة فلسطين، تم رجوع دولة فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يجب على وقتها كل شبر من أراضي دولة فلسطين تم عملية احتلاله والإرهاب الإسرائيلي بنى عليه مستوطنات للاجئون الإسرائيليين، يجب يرجع لدولة فلسطين، لأن هي دولة فلسطين في الأساس ليست إسرائيل. هذه الحقيقة. ولم نعترف بالإرهاب الإسرائيلي لأنه هو إرهاب خالف كل القوانين وخالف كل الحياة. لما نقول هذا الكيان يجب التخلص منه في أقرب وقت، هذه حقيقة، لأنه استخدم أوسخ الطرق وأوسخ الأساليب في قتل أطفال ونساء واحتلال أراضي فلسطين. كيف يكون 6 مليون لاجئ إسرائيلي يريدون يتحكمون في بعض الدول وهم ليست لهم أي قيمة، ليست لهم أي قيمة كمثل العبش؟ لماذا الظلم يطول في فلسطين؟ وقلت من قبل ذلك دولة فلسطين العربية ليست تحسب على دولة جمهورية مصر العربية فقط لا غير، هي تحسب على كل الدول العربية. لما نقول إذا لم تستطيعون تتدخلون وتحترمون القوانين فيجب تضخون الفلسطينيين بالمعدات العسكرية والأسلحة كمثل الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للإرهاب الإسرائيلي. وقتها الفلسطينيين يستطيعون يحررون أراضيهم. إذا كان لم أحد يريد يتدخل في الظلم الذي يجري في فلسطين، كفى ظلم في فلسطين، ويجب أن كل أراضي فلسطين يتم عملية تحريرها من الإرهاب الإسرائيلي. إذا المجتمع الدولي والقانون الدولي لم يستجيب لوقوف الحرب ورجوع الأراضي الفلسطينية لأصحابها، فيجب التدخل عسكريا لتحرير الأراضي الفلسطينية.